اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير. أسامة حسن المعروف لينا بأسامة الملط، وتصريحات مستفزة جدا بخصوص جمهور النادي الأهلي وإمام عاشور، وتصريحات من المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أحمد سالم. مش عارف والله التصريحات دي بيضحك بيها على مين؟ بيضحك بيها على نفسه ولا بيضحك بيها على جمهور نادي الزمالك اللي بيصدق كده أي هبل من أي شخص زملكاوي، سواء إعلامي، إداري، لاعب سابق. أي شخص زملكاوي يطلع يتكلم على نادي الزمالك كلام كويس كده ويهبد على النادي الأهلي، جمهور نادي الزمالك بيصدق بغض النظر عن الكلام ده صحيح ولا لا. ومحمد الجبالي الصحفي الزملكاوي المعروف حط نفسه في موقف محرج جدا جدا. أنا مع إني أهلاوي لكن ما كنتش أتمنى إنه محمد الجبالي يحرج نفسه كده على الهوا بعد كلامه على النادي الأهلي. قبل ما ندخل على التفاصيل، أتمنى من أعظم جمهور في الكون، جمهور النادي الأهلي، لأعظم نادي في الكون النادي الأهلي، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. ويلا نبدأ عند أسامة حسن أو أسامة الملط. أسامة الملط طلع علينا في فيديو فيه هبد كتير كده، وفيديو طويل على النادي الأهلي، وكلمة من هنا وكلمة من هنا وأي هبل وأي عبط، ولكن أنا عاوز أرد عليه في نقطتين اتنين، لأني متأكد إن جمهور نادي الزمالك أكتر نقطتين هيزيط عليهم ويعمل ليلة كبيرة كده على تصريحاته هم النقطتين دول. النقطة الأولى بيقول إنه جمهور النادي الأهلي بيضحك عليه عادي. بيضحك عليه إزاي يا عم الملط؟ قال لك إنه في لعيبة بتلعب في النادي الأهلي دلوقتي وزمان كانت تشتم جمهور النادي الأهلي. والله كلمة حتى الأهلي مش راضية تطلع لأنه الكلام مش متوافق يعني. كانت تشتم جمهور النادي الأهلي والجمهور بيسقف له عادي، والإدارة كانت تعمل نفسها مش شايفة. الحاجات دي لو كانت حصلت عندنا في نادي الزمالك، اللاعب بيتم طرده من النادي فورا، وبيكون في رد فعل قوي جدا من الإدارة. يا عيني الحاجات دي بتحصل في نادي الزمالك، في النادي الأهلي، والإدارة بتعمل نفسها مش شايفة. وفي نادي الزمالك لو حصلت اللاعب بيمشي فورا ورد قوي من الإدارة وأي كلام وأي هجس. طيب ما تيجي نتكلم بالدليل؟ أنا هرد عليك بالدليل وأنت أتمنى أن يكون عندك دليل. دليلي عند نادي الزمالك. شيكابالي كم مرة يرفع الجزمة في وش جمهور نادي الزمالك؟ كم مرة، أنا آسف في اللفظ، يتف على جمهور نادي الزمالك؟ كم مرة يخش في سباب مع جمهور نادي الزمالك؟ حصل له حاجة؟ تم طرده؟ لا. عملت الإدارة أي ردة فعل؟ برضو لا. طيب كهربا لما كان موجود في نادي الزمالك، لما أنا آسف برضو في اللفظ، مش تف على جمهور نادي الزمالك؟ حصل أي ردة فعل؟ لا. أنا رديت بالدليل. أنت لو عندك دليل إنه في لاعب واحد فقط في النادي الأهلي عمل أي تجاوز في حق جمهور نادي الأهلي والإدارة عملت نفسها مش شايفة، قول لي لاعب واحد فقط، فقط لا غير كده. ده التصريح الأول. التصريح الثاني بيقول إنه كنت أتمنى إنه الخطيب يوقع عقوبة مالية كبيرة جدا على إمام عاشور بعد هتافه مع جمهور النادي الأهلي. طيب هل هتاف جمهور إمام عاشور مع جمهور النادي الأهلي في أي تجاوز في حق أي حد؟ يعني شتم حد، تجاوز في حق حد، قال كلمة على حد؟ لا. ده لاعب في النادي الأهلي وبيهتف ويغني مع جمهور النادي الأهلي. كل اللي قاله رايق رايق البت بيضة بتتضايق. ليه خدتوا كلمة البت بيضة على نادي الزمالك؟ طيب تقدر تطالب إدارة نادي الزمالك إن يوقعوا عقوبة سواء مالية أو إيقاف على ثلاثي نادي الزمالك اللي عمل فضيحة في الإمارات؟ لا ما تقدرش. ليه؟ لأن ده لعيبة نادي الزمالك وانت تخصص هجوم وأي هبل وأي عبط كده على النادي الأهلي فقط لا غير. ليه؟ لأنك ملط وكلامك هيبقى ملط وتصرفاتك ملط وكل حياتك ملط في ملط. نروح لفيلسوف عصره أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك. أحمد سالم طلع علينا بتصريحات، والله أنا مش عارف إن كان التصريحات دي بيضحك بيها على مين. والله معظم تصريحات أحمد سالم كده تحس إن هو بيستخف بعقول الزملكاوية. أحمد سالم طلع علينا في تصريحات بيقول فيها إنه لن نكون
سعداء باستقدام حكام أجانب في ظل أزمة الدولار. يا عيني يا عيني على الوطنية اللي عندك يا أستاذ أحمد سالم. طيب يا ريت توضيح بسيط كده، تقولنا والله تقصد مين يعني بإحنا؟ يعني مين أنتوا؟ يعني أنتوا كنادي الزمالك ولا في أندية تانية متضامنة معاكم في الموضوع ده ورافضة إنه في يبقى في خبير أجنبي؟ لا طبعا هو نادي الزمالك. ليه؟ لأنه مصلحة نادي الزمالك مع المصري، مع الحكم المصري. ليه؟ عشان الاحتواء كده ويعرف ياخد راحته في احتواء نادي الزمالك. طيب التصريح ده لو كان من المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، كان أنت نفسك هتطلع تقول لك إيه؟ كنت هتقول والله النادي الأهلي رافض إنه يبقى فيه خبير أجنبي عشان خاطر إنه الحكام المصريين هو بيستفاد منهم ومش عارف إيه وبيجاملوه. ده هيبقى ردة فعلك. طيب موضوع أزمة الدولار يا سيدي أنت مالك؟ والله أنت مالك؟ اللي عاوز حكام أجانب يدفع التكلفة الدولارية لاستخدامهم ويجوا، أنت مالكش دعوة، مالكش دخل بالقصة دي. النادي الأهلي عاوز حكام أجانب في مباريات معينة يدفع يجيب، أنت مالكش دخل بالقصة دي خالص. النادي الأهلي كأكبر نادي في مصر وفي أفريقيا بيطلب طلب، اتنفذ كان به، ما تنفذش خلاص النادي الأهلي مش هيقولك والله خلاص مش لاعب معاك، لا، هو بيقترح اقتراح، بيطلب طلب، وافقوا بيه اتحاد الكرة، وافقوا ما وافقوش خلاص. انت ايه اللي مضايقك في القصة دي؟ مش عارف والله ايه اللي مضايقه في القصة دي. طيب نروح لمحمد الجبالي. محمد الجبالي طبعا حضراتكم عارفينه صحفي زملكاوي ودايما طبعا هبد على النادي الاهلي، حط نفسه في موقف محرج جدا. ونصيحة لمحمد الجبالي، طالما انت لا حافظ ولا فاهم تطلع ليه تهبد على النادي الاهلي وتدعي انك انت عندك الدليل وبالارقام وبالتاريخ ومش عارف ايه؟ طب بعد حطيت نفسك في موقف محرج وفرجت عليك الدنيا كلها. ومش بس كده، ده مش فرجوا وسكتوا، لا ده ضحكوا عليك الدنيا كلها. ليه؟ لانك انت ده اخرة، انا من وجهة نظري ده اخرة اللي بيتكلم بكذب وبيتكلم بالتدليس للحقائق، واهم حاجة عنده ان هو يهاجم النادي الاهلي وخلاص. ادي حطيت نفسك في موقف محرج. وبصراحة انا نفسي كاهلاوي اللي دايما بطلع ارد عليك هنا، ما كنتش اتمنى انك انت تحط نفسك في الموقف المحرج ده. محمد الجبالي كان موجود مع الكابتن مجدي عبد الغني وطالع بيرد على بيان النادي الاهلي اللي بيطالب فيه بتولي رئاسة لجنة الحكام لخبير اجنبي يكون عنده سمعة وسيرة ذاتية قوية. الكلام ده ما عجبش محمد الجبالي. طيب حضراتكم عارفين طبعا ليه ما عجبش محمد الجبالي، نفس الرد اللي ردينا بيه على احمد سالم، انه عايزين طبعا حكام مصريين عشان يتم احتوائهم كده زي ما بنقول كده زيتنا في دقيقنا كده، من غير ما يبقى فيه حكم خبير اجنبي لرئاسة لجنة الحكام. فطالع بيقول ايه محمد الجبالي؟ بيقول لك الاهلي عامل نفسه واصي على الانديه وبيطالب بخبير اجنبي، اللي النادي الاهلي اشتكى من التحكيم في وجود كلاتنبرج وبريرا، وعندي الدليل وبالتواريخ. جميل، محمد الجبالي هيرد علينا بالدليل وبالتاريخ في كلامه على النادي الاهلي، ودي اول مرة طبعا هتحصل. ايه الدليل يا استاذ محمد يا جبالي؟ قال لك النادي الاهلي اشتكى من الحكام في وجود كلاتنبرج وبريرا. عندي حالة من شكوى من النادي الاهلي في 9/2015 9/2015، وحالة تانية في شهر 10/2016، وحالة تالتة في شهر 15/9/2019 وحالات تانية كتير. جميل جميل الدليل اللي انت جبته يا استاذ محمد الجبالي. معلومة بسيطة كده يا استاذ محمد، اصلا مش انا هرد عليك انك انت خلاص مش محتاج يعني ان احرج فيك اكتر من كده. يعني معلومة بسيطة، 2015 2016 2019 ما كانش فيه خبير اجنبي في رئاسة لجنة الحكام، واللي كان يتولى رئاسة لجنة الحكام حكم مصري مش خبير اجنبي. مش هدول على الحضارات واكتر من كده. اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.